بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج محكمات. نقف اليوم مع آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وهذه الآية في سورة البقرة، الآية 120 من سورة البقرة. يقول الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. تحدثنا في الحلقات السابقة عن الأعداء الذين أعلمنا الله بهم، ومن هؤلاء الأعداء قلنا الكفار، ولكن في الكفار نركز إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة من حلقات محكمات على صنفين، لأنهما أكثر الأصناف مواجهة لأهل الإسلام وتصدرا للعداوة، وغالبا هؤلاء ينحازون إلى فئة الروم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصراع معها مستمر إلى قيام الساعة. فالله عز وجل يبين لنا في فئة الكفار هنالك فئتين: فئة المغضوب عليهم وفئة الضالين. فالمغضوب عليهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود، والضالين هم النصارى، والقرآن الكريم بين ذلك. وبطبيعة الحال فالمفهوم أوسع، مفهوم المغضوب عليهم أوسع من اليهود، ومفهوم الضالين أوسع، لكن هؤلاء يدخلون فيه باعتبار أن الأولوية لهم. فنلاحظ أن اليهود والنصارى الله تبارك وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في سياق أيضا معرفة أعداء، أي أن يعرف أعداءه وأن يعرف مقدار عداوتهم. يقول الله تبارك وتعالى عن هذه الفئة تحديدا التي آتاها الله الكتاب: آتى الله اليهود كتابا وآتى النصارى كتابا. هؤلاء كانوا أتباع موسى عليه السلام اليهود، وهؤلاء كانوا أتباع عيسى عليه السلام، ولكنهم فارقوا موسى عليه السلام وفارقوا عيسى عليه السلام وضلوا ضلالا بعيدا وانقطعوا عن مسيرة الرسالات، وبالتالي هؤلاء يحملون عداوة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحملون عداوة خاصة لأهل الإسلام. منهم من يحمل عداوة بسبب الحسد، ومنهم من يحمل العداوة كذلك بسبب المصالح، الذين يشترون الحياة الدنيا، ومنهم من يريد أن يحافظ على جاه معين، على سلطان معين إلى غير ذلك. وبالتالي الله تبارك وتعالى يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه من القواعد المهمة، يعني القواعد التي لم تنسخ لأنها إخبار، والأخبار لا تنسخ في كتاب الله تبارك وتعالى، النسخ يرد على الأحكام. فالله عز وجل هنا يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وبالتالي كثير من الناس الذين يتصورون بأن والله يمكن مسالمة اليهود ويمكن مسالمة النصارى ويمكن التودد إليهم ويمكن التقرب إليهم، وأن التقرب إليهم والبحث عن سبل التعايش معهم بطبيعة الحال هذا سيؤدي إلى أن يرضوا عنا. الله عز وجل يقول: لن يرضوا عنكم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، إلى غاية معينة. يعني الرضا يكون في حالة واحدة، هو أن تتبع ملتهم. وحتى عندما تتبع ملتهم فإنهم لا يريدونك مستقلا، يريدونك تابعا. بمعنى حتى في الملة يجب أن تكيف أيضا مفاهيم الملة نفسها وفق ما يريدون. فالأرثوذكس يريدونك أرثوذكسيا، والكاثوليك يريدونك كاثوليكيا، والبروتستانت يريدونك كده هكذا. وكذلك اليهود يريدونك أيضا أن تكون وفق مفاهيم معينة، كل ملة منهم تريد منك أن تكون على طريقتهم حتى تتبع ملتهم. فالله تبارك وتعالى يكشف هذه العداوة. والتاريخ البشري نلاحظ منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف لنا خطورة هؤلاء. فنحن أمام تاريخ ضخم جدا من الحملات الصليبية التي كانت تجتاح هذه المنطقة وتفسد في هذه المنطقة وتفعل الأفاعيل بأهل هذه المنطقة. واليوم أيضا نعيش للأسف الشديد هذه العداوة على أشدها. ورأينا كيف أن أحداث غزة الأخيرة، طوفان الأقصى، هذه الحملة الشرسة التي قام بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة قتلا وتشريدا وحصارا. ونلاحظ البوارج الغربية التي أرادت أيضا أن تشارك، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وغيرهم من ملل الكفر الذين احتشدوا في البحر الأبيض المتوسط، كل هؤلاء يريدون أن يحاصروا قطاعا صغيرا لم يتجاوز سكانه 3 ملايين،
ولم تتجاوز مساحته 350 كيلومتر مربع. فنحن أمام انكشاف حقيقة لأمر قد كتبه الله تبارك وتعالى، وضحه الله، بينه الله تبارك وتعالى، وهو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى تتبع ملتهم. وخطورة هؤلاء أنهم دائما يجدون اصطفافا وتواليا وموالاة ونصرة من المنافقين الذين ينتسبون إلى أهل الإسلام. والأخطر في ذلك أن هؤلاء المنافقين إذا قامت لهم دولة أو قامت لهم دول، التاريخ البشري عند المسلمين كان أهل الإسلام في علو والمنافقين في سفل وانخفاض وتراجع وتخفي. فكيف إذا قامت لهؤلاء المنافقين دول، وقامت لهم جيوش، وقامت لهم أنظمة، وقامت لهم نخب، وقامت لهم قنوات؟ فلا شك أن الخطر سيكون أكبر، وأن الأمة عندما تواجه هذا النوع من التحالف الذي يكون بين أهل الكتاب من يهود ونصارى وبين المنافقين، ستلاحظ بأن الله تبارك وتعالى يكشف لنا المشهد في كتابه: والله أعلم بأعدائكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن الله يقول له: قل إن هدى الله هو الهدى، ليس هنالك هدى غير هدى الله تبارك وتعالى. لا هداية باليهودية، ولا هداية بالنصرانية، ولا هداية بالعلمانية، ولا هداية بالوجودية، كل هذه، ولا هداية بأي نمط من أنماط الفلسفات المادية وغير المادية. إنما الهداية: قل إن هدى الله هو الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول الله لك: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول لك: هدى للناس. فالله عز وجل أرسل رسوله هاديا وأنزل كتابه هاديا، فمن أراد الهدى قل إن هدى الله هو الهدى. فالذي يريد أن يكون مساره مهتديا إلى الله سبحانه وتعالى ليس أمامه إلا قل إن هدى الله هو الهدى. طيب، ولئن اتبعت أهواءهم في حالة خروجك عن مسار، ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن يخرج عن هداية الله. لكن هذا الخطاب يعني كأنما الله إذا كان يخاطب رسوله المعصوم عليه الصلاة والسلام، المعصوم الذي لا يمكن أن يحيد عن هذه الطريقة وهذا المنهاج وهذا السبيل، مع كثرة المحاولات، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالكفار يحاولون دائما حرف المسار، يحاولون دوما التغيير في مناهجنا، التغيير في قرآننا، التغيير في سنتنا، التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التأويل للكتاب بما لا يؤدي إلى أغراضه التي نزل من أجلها، نشر الرذيلة بين الناس، نشر الإلحاد بين الناس. هذه طريقة الكفار. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. إذا أردت أن تخرج من هذا السبيل، سبيل الهداية الذي تطلبه صباح مساء، والله عز وجل بين أين هذه الهدايات: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. هذه فيها تهديد عظيم جدا، يعني كأنما الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: آتيناك الهدى وأنزلنا إليك الكتاب، ومطالب بأن تتبع الحق، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن إذا أردت، ومعاذ الله رسول الله أن يخرج، لكن هنالك كثير من الناس يمكن أن والله يستبين له السبيل وتتضح له الطريقة، وبعد ذلك يأخذ سبيل آخر فيكون مغضوبا عليه إذا علم الحق ولم يتبعه بطبيعة الحال. ولئن اتبعت أهواءهم. لماذا؟ لأن كل ما عندهم هو الهوى، يعني ليس ما لم تكن هنالك حقيقة بينة من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في قضايا العقائد والتشريعات، فبطبيعة الحال لا يمكن إلا أن يكون الهوى. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: والناس يخرجون من الهدى ببابين، اتباع الظن واتباع الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالذين يخرجون من الهدى يخرجون باتباع الظن من خلال الشبهات، أو يخرجون من خلال الهوى باتباع الشهوات، وبالتالي يخرج الإنسان من هداية الكتاب إلى الضلالة.
ولذلك الله عز وجل حذر رسوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الآية: قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. فما يأتي من الله هو العلم، ليس هنالك علم حقيقي إلا ما يرد من الله تبارك وتعالى، أو ما تصدقه آيات الله تبارك وتعالى، أو ما نلمسه حقائق علمية مكشوفة من خلال التجارب وغيرها. ولذلك من بعد ما جاءك من العلم، فكأنما الله عز وجل يقول له: العلم عندك يا رسول الله، العلم عندكم أيها المسلمون، العلم في كتاب الله، العلم اللي هي معرفة الحقائق موجودة في هذا الكتاب. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما النتيجة؟ ما لك من الله من ولي ولا نصير. مثل الآية في قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. هنا أيضا يقول الله تبارك وتعالى: ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا تخلى الله عنك، تخلت عنك ولاية الله، رعايته، عنايته، اهتمامه، حسبه، تصرفه، أن يكلأك الله تبارك وتعالى، تخلى الله عنك، تصور ما هو مصيرك أيها الإنسان الضعيف، أيها المسكين الذي تريد أن تحتمي بأعداء الله، أن تحتمي بالكافرين، أن تحتمي بالمنافقين. الله عز وجل يقول لك: وما لك من الله من ولي ولا نصير. لن تجد من يواليك ولن تجد من ينصرك، لن تجد من ينصرك في هذه الدنيا ولا من ينصرك في الآخرة أيضا أمام سؤال الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد ويعرفنا ويبصرنا بأعدائنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.